السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بشكر الناس اللي دخلت لي جديد عندي في القناة، ان شاء الله فيديوهاته تعجبكم. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. النهاردة هعمل الغدا معاكم. هعمل سبانخ ورز بالشعرية، وعملت فراخ سلقاها ومحمراها. جبت حلة على النار، مستنيها بس تسخن علشان نعمل السبانخ اللي عندي دي انا مفرزاها، ما بقليش كتير يعني. اي خضار بفرزه انا بجيبه، ما بعملش فيه اي حاجة غير ان انا بنضفه، بغسله كويس جدا وبحطه في الفريزر، بس كده. اي خضار انا بعمله كده بصراحة. خضرة المحشي برضو بنضفها وبغسلها كويس جدا وبحطها برضو في الفريزر. السبانخ جبتها وغسلتها كويس جدا وقطعتها، وحطيت معاها الكزبرة، كزبرة خضرا، في الكيس، وبحطها على طول في الفريزر. اما بعوز اعمل بطلعها على طول على الصلصة. هنا بقى حطيت حتة سمنة حلوة كده في الحلة تسيح بس، وكنت بضرب طماطم في الخلاط. تمام، مقطعة بصلاية صغير، هنزل عليها كده على السمنة، هشوح فيها شوية، مش هخلي لونها يغير يعني، انا عايزاها تدبل بس. تمام، بضرب بقى طماطم في الخلاط، والبصلاية هتدبل. عايزاكي تحطي اللايك على الفيديو وتشوفيه كله يعني. والله اما بدخل على اي قناة وبتفرج على اي فيديو بشوف الفيديو كامل. هنا انا حطيت بقى طبعا البصلاية دبلت بس، وحطيت عليها الطماطم ضربها في الخلاط، هحط عليها ملح وفلفل اسود. كده انا حطيت الملح، احط بقى الفلفل الاسود. الحلة اللي هناك دي انا حاطه فيها ميه عشان عايزاها تغلي، عشان هسلق معاكم الفراخ. تمام، يبقى انا كده دبلت البصلة بس في السمنة، وحطيت عليها الطماطم مضروبة في الخلاط، وعليها ملح وفلفل اسود. هنزل بقى بالسبانخ عندي، انا لسه مطلعهم الفريزر، هحطها على طول في الصلصة كده. السبانخ دي عليها كزبرة خضراء، انا بفرزهم كده زي ما هما مع بعض اهي. طبعا بحطها بالتلج، وبعدين هي هتفك بقى براحتها خالص وهتستوي وتبقى زي الفل. وهحط عليها معلقة توم حلوة كده. تمام، معلقة توم اهي. هغطي بقى عليها واسيبها بقى تستوي براحتها. خلاص نقلتها بقى على عين تانية عشان تستوي. هنا المية هي بتغلي بتاعت الفراخ، حطيت فيها الورق اللورا، وهحط فيها الفراخ دي انا غسلاها ومخليها زي الفل. طبعا انا بغسلها بملح وليمون وجنزبيل، بغسلها كويس جدا، بتبقى حلوة اهي، وما فيهاش اي حاجة ولا ريحة ولا اي حاجة. تمام، مقطعه برضو بصلايه، وبشر عليها طماطمايه، وعليها ملح وفلفل اسود وشويه بهارات وجوز الطيب وحبهان بودره. تمام، بصلايه وطماطمايه، ده كله مبشور، عليهم ملح وفلفل اسود وبهارات جوز الطيب وحبهان بودره. تمام كده عندي اهي الفراخ، خلاص هسيبها برضو تستوي. هنا خلاص الاكل كان معايا استوى، ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.